الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على البشير النذير والسراج المنير المحمود الأحمد أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله ولعن الله قاتليك. عظم الله لكم الأجر جميعا بذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إخواني، إن الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان عقلاً، وهذا العقل آلة جداً عجيبة. كلما الإنسان يتأمل في حدود طاقة هذا العقل، في الواقع لا يدرك حدوده. بالفعل آلة عجيبة. العقل يصدر أحكام في بعض الأحيان، بحيث أن العقل يحكم أن اجتماع النقيضين في كل الأحوال وفي كل الظروف ولا يمكن في حال من الأحوال أن يجتمعان، أمر ممتنع. أو اجتماع الضدين، أو أن يقول البعض أن الجزء أكبر من الكل. هنا العقل قاطع في الحكم، ولكن في بعض الأحيان نفس هذه الآلة في بعض الأمور الممكنة تشتبه في التشخيص، قد لا تتعقل، أو قد يستصعب على العقل أن يتعقل بعض المفاهيم، بعض الأمور، بعض الإحداثات، فيسارع الإنسان بغفلة منه إلى الإنكار، خصوصاً إذا طرحت شبهة والطارح للشبهة خبيث في طرحه لهذه الشبهة. يستفز عقول المستمعين المؤمنين ويطرح الشبهة وينمقها بأن العقل لا يمكن أن يقبل هذا الشيء. فالإنسان هنا يقول بالفعل صحيح العقل ما يقبل. أقول لابد الإنسان يتأنى. إخواني، هذه الورقة الA4 اللي تستخدموها في الطباعة، هذه إذا طويتها يتضاعف حجمها، إذا طويتها مرة ثانية يتضاعف الحجم. إذا طوينا هذه الورقة 42 مرة، ايش قد ممكن يكون حجمها؟ أنا أسألكم، ممكن متر، نص متر، مترين؟ زين، إذا يجي واحد يقول لك لو طويت ورقة سمكها 0.1 ملي، ايش قد سمك رقيق جدا اللي نشوفها ونحسها 42 مرة، فإن سمك الورقة بعد هذه الطيات 42 يصبح المسافة من سطح الأرض إلى القمر. بالله عليك تصدق؟ لو تقول هذا ما معقول، ولكن تجي الرياضيات تقول لا، بالفعل يسموه الضرب الأسي. هذا التضاعف للحجم يخلي المسافة بهذه الورقة 42 طية مسافة من سطح الأرض إلى القمر. للوهلة الأولى العقل يقول ما ممكن هذا الشيء أن يتحقق، شنو خرافة هاي، تضحك علينا شيخنا. لكن رياضيا، وبإمكانكم كلكم عندكم هذه الأجهزة الذكية، اكتبوا طي الورقة 42 مرة، شوفوا التقارير والدراسات العلمية. هذا الإنسان طوله أقصى شيء ممكن يكون 2 متر بس 7 فوت. في جسم الإنسان توجد أوعية دموية تنقل الدم من القلب إلى الأعضاء الجسم، وهكذا بالعكس. إيش قد طول هذه الأوعية الدموية؟ لو واحد يأتي يقول طولها مثلا 10 أميال، رقم طبيعي 20 30، إيش قد مولانا؟ 60,000 ميل طول هذه الأوعية الدموية اللي في جسمي وجسمك. يعني قطر الكرة الأرضية تفتر عليها 2.5 في هذا الجسم البسيط اللي تشوفوه أمامكم. توجد هكذا أوعية دموية طولها هذا المسافة، يعني 100,000 كيلومتر.
الوهلة الأولى قد العقل يقول ما ممكن هذا الطول لهذه الأوعية جدا ضخم، ولكن هذا هو الواقع، العلم يثبته، علم البيولوجيا تثبتها. بس تقول لي شيخنا هذه المقدمة أنت تقدمها شو تريد تقول؟ شنو اللي تريد توصل له؟ إخواني نحن في عاشوراء ليلة أمس أحد الشباب سألني سؤال، رواني مقطع فيديو، الواحد مثقف نص ردن على قولتنا، يقول يا عمي خطباء المنبر ناس يروجون الخرافات ويروجون الأكاذيب لأنهم يعتاشون على هذا المنبر، والعقلية الشيعية أصبحت عقلية مؤمنة بالخرافة. وإلا حينما يأتون إلى العباس بن علي أو إلى مصرع الحسين عليهما السلام تلقى فد بهارات خرافية لا يمكن للعقل تصديقها. شوف ذبها براس العقل. شنو العباس؟ تقطع يده اليمنى، تقطع يده اليسرى، يحمل القربة يعض عليها، ثم يأتي السهم في عينه ويجمد السهم الآخر في عينه الأخرى، ومن ثم هو يحاول، الإنسان الطبيعي لو فعل به هكذا تنخار قواه، يأخذه نزيف الدم إعياء النزيف. ولكن الحسين عليه السلام يأتي جسده كالقنفذ يسقط من الجواد، يضربه السهم المثلث في قلبه. والله هذه العبارات دامية. يضع يده تحت الجرح ويقول ويلطخ لحيته وشيبته ويقول هكذا ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. هذا المشهد كإنسان طبيعي لا يمكن أن تصدر منه. خلي نجيب واحد من الشيعة نرميه بسهم مثلث في قلبه، ممكن يقدر يستمر، جزاكم الله خير الجزاء، ويبقى حيا ويقاوم ويقول دعوكم عن حرمي ما دمت حيا؟ هذه كلها من بهارات المنبر الحسيني حتى يبتشون الناس وبالتالي يعتاشون. قل له يا هذا تؤمن بالقرآن أم لا؟ إن كان مسلما يؤمن بالقرآن قل له على مهلك. من قال لك أن جسد المعصوم كأجسادنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا الاصطفاء بماذا يتحقق؟ أنا ما أريد أطيل عليكم. شوفوا القرآن حينما يأتي إلى النبي يقول يا محمد، يعني هيا محمد منه، قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، ولكن أكو جنبة أخرى مرتبطة بالوحي بالله عز وجل يوحى إليه. بالتالي أحبتي شوفوا الله سبحانه وتعالى من يعبر عن هذا الوحي، عن هذا القرآن المجيد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وتلك الأمثال نضرب لنا. لكن حينما يأتي قلب الخاتم صلى الله عليه وآله جسده تحمل هذا الوحي. أمير المؤمنين حينما ارتقى على كتف الرسول سئل لماذا لم يرتقي النبي؟ قال لا أتحمل ثقل النبوة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل لا يتحمله أي جسد. حينما نأتي إلى آية طالوت، بماذا الله ميز طالوت عن باقي الخلق؟ إن الله بعث إليكم طالوت ملكا. شنو قال لهم؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده. أكو خصلتين في طالوت تختلف عن باقي البشر، بسطة في العلم، لا علم المعصوم مثل علمي وعلمك، هذا علمه لدني من قبل الله. والجسد، جسد المعصوم كذلك لا مثل جسمي ولا مثل جسمك. نعم أنا جسمي إذا رمي بسهم مثلث لعله أنخار، تنخار قواي وأسقط إلى الأرض ولا أقاوم، لكن جسد المعصوم مختلف، اصطفاء إلهي حتى يتحمل هذه الرسالة. فلذلك صبر الحسين وأبي الفضل العباس وأهل البيت عليهم السلام، وهذه الجراح الطعن
الطعن فوق الطعنة والضربة فوق الضربة. جسد طبيعي لا يتحملها، ولكن جسد كجسد الحسين عليه السلام نعم يتحمل. وإن كنت، وهنا أكو أيضا مغالطة، لا أحد يتكلم لنا بالعقل، نحن أساتذة العقل والكلام. شيخنا أكو طالب في الحوزة يرتدي هذه العمامة إن لم يدرس المنطق والفلسفة؟ ما ممكن. فمو الآن تحتجون على بعض الشيعة بالعقل وتنكرون هذه الأمور بحجة أنها لا تعقل. لا تعقل، هي ممكنة إن كنت مسلما. ومن ثم هذا المنبر لا يكذب ولا يروج للخرافة. كل قضية، وهذا تحدي إلى يوم القيامة، كل قضية تطرح على منبر الحسين لها جذر في أقدم كتب التاريخ عند غير الشيعة. الطبري في تاريخه، ابن الجوزي في المنتظم، الذهبي في تاريخ الإسلام، لوط بن يحيى أبي مخنف وغيره من المؤرخين أطبقوا في كل قرن من القرون هذه القضية عمرها 1400 سنة. هذه الثورة الحسينية، هذه التضحية الحسينية حتى تبقى خالدة، مو بأكاذيب أو خرافات. هذا المنبر بعيد كل البعد عن الخرافات. هذا المنبر منبر النور والحياة. هذه الأمة الشيعية لا أكو دولة ترعاها، لا أكو مؤسسة ترعاها. الذي حفظ لنا التشيع، حفظ لنا الدين، هذا المنبر. ونحن اليوم بحمد الله على جادة الصواب بفضل منبر الحسين. فلا أحد يتكلم على منبر الحسين ويحتج بالعقل وغيره. نحن أساتذته ومن نعلم الأجيال. منبر الحسين مدرسة متكاملة. أنا عذرا عن الإطالة. أسأل الله تعالى أن يجعلكم من أهل الجزع على الحسين وأهل العزاء على الحسين. وإن لكم يا شيعة أهل البيت، يا من تلطمون الصدور وتبكون على الحسين، مقاما يوم القيامة لا تنالوه إلا بهذه الدمعة وهذه الآهات. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.